السلام عليكم. هنعمل النهاردة الفراخ المشوية الخطيرة، فراخ الشيش اللي بنجيبها من المطاعم بفلوس قد كده هنعملها في البيت بدون بقى دخان، بدون ما نحطها على شبكة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، في تتبيلة خطيرة بجد، وشوية سلطة خضراء وشوية رز مبهر في منتهى الجمال. هنشوف هنعمله ازاي. ده مش رز بسمتي، ده رز مصري، بس احنا قلبناه بقى رز بسمتي. لا تقولي بقى اكل مطاعم، ولا تقولي نخرج بره نتعشى بره، ولا نتغدى بره. بجد اعملي حاجتك في البيت. دي كمان الزيتون المخلل اللي احنا كنا عملناه مع بعض في القناة، ادخلوا شوفوه حلو قوي. فتحت عليه لأول مرة، منتهى الجمال. شوية سلطة بقى خضرة. شوية عيش بقى بلدي من اللي قلبك يحبهم. بصراحة الطحينة كانت للأسف خلصانة من عندي، وانا ما اكتشفتش ان هي خلصانة الا متأخر. تمام. تعالوا بقى ما نشوف التتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها للفراخ الشيش، وازاي تطلع باللون الخطير اللي حضرتك شايفاه في اول الفيديو دوت. قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، استأذنكم اللي يستفيد من الفيديو يا ريت ما ينساش اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يدخل يشترك في القناة، ان شاء الله تعجبكم. بنعمل كل حاجة وصفات سهلة وبسيطة جدا، احسن من المطاعم بفضل الله. وكمان سهلة وتعمليها في البيت بكل سهولة. يعني لو واحدة لسه مبتدئة، لسه ما دخلتش المطبخ وأول مرة تدخل المطبخ أو خايفة تعمل الحاجات ديت، هتعملها بكل سهولة وبساطة. وكل اللي هياكل منها هيشكرك طبعا عليها. أولا أنا جبت، كان معايا فرخة حوالي 2 كيلو وربع كده. أنا غسلتها كويس جدا ونقعتها في ملح وليمون، وسبتها كده حوالي ساعتين، وبعد كده شطفتها كويس. وبعدين جبتها قطعتها كده. انا مش فاكره بصراحه، يعني كان يعني الورك على حتتين والصدر على تقريبا 3 حتات كده، عشان ما شاء الله الفرخه كانت مليانه وانا عايزه اعملها شيش. علشان اعملها في الصينيه وتستوي معايا كمان، وهتبقى احلى كمان من الجاهزه. وهنعمل لها تتبيله حلوه قوي، وكمان هعمل لها كمان تكاه في الاخر، كانك انت شويها على الفحم او جايباها من عند الحاتي، حلوه قوي. انا جبت معايا بصلتين متوسطين كده وهفرمهم في الكبه. وكمان هحط عليها قرن من الفلفل، قرن بقى فلفل احمر اخضر زي ما تحبي. انا اهم حاجه انا عايزه طعم الفلفل في التتبيله. كمان معايا قرن من الشطه، بس انا مش هحطه كله، لقيته سبايسي قوي، فانا مش حبيت ان انا اعملها حراقه جامد عشان الاولاد او كده. عايزه بقى تحطيها، تحطي القرن كله براحتك. تمام. معايا طماطمتين هقطعهم كده، وكله في الكبه مع بعضه كده، وهحطه. وهحط معاه كمان شويه ملح، علشان انا عايزه الموضوع دوت يعني شويه التتبيله دي تتعصر جامد. انا عايزاها تبقى بيوري جامد قوي، علشان خاطر اخد الميه بتاعتها، لان التفل انا مش عايزاه، بس انا برضو مش هرميه، هستعمله في حاجه تانية، وهقول لكم ايه هي دلوقتي. وهتفرق معايا جدا. تمام. حطيت برضو عصره ليمون، عشان لو في اي ريحه زفاره في الطيور بتشيلها كمان. هضربهم كويس جدا لغايه ما ينعموا معايا جدا في الكبه، زي ما حضراتكم شايفين بقوا ناعمين خالص. طب انا ما عنديش كبه، اعمل ايه؟ انت هتبشري البصلايه كويس جدا، وهتعصريها وتصفيها من الميه بتاعتها، وكمان الطماطميه برضو هتضرب او تضربي الخليط كله في الخلاط، وهتصفيه كويس جدا بمصفى زي ما انا هعمل كده لو ما عندكيش كبه. تمام. هبدا بقى ان انا اصفيها خالص. انا عايزه الميه بتاعه البصل، علشان اتبل بيها الفراخ، علشان كمان ما تتحرقش معايا. كمان هقول لكم على التوابل اللي انا حطيتها في الفراخ، بجد حلوه قوي، ما شاء الله مميزه. هتخلي الفراخ كده لها طعم ونفس حلو قوي، ولون كمان جميل جدا. عشان ما اطولش عليكم، انا خلاص انا عصرت البصل مع الطماطم مع الفلفل، الخليط اللي انا حطيته يعني. واحط على العصير بتاعهم دول شويه من الزيت، حوالي معلقتين من الزيت. واحط بقى التوابل بتاعتي. هراعي ان انا حطيت ملح، فمش هزود الملح، حطيت شويه صغيرين ملح قد ربع معلقه. ونص معلقه كده من البابريكا والفلفل الاسمر والكركم او الكاري الموجود عندك. طبعا انا هحط شويه من السبع بهارات اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في القناه. هسيب لكم الرابط بتاعها علشان تدخلوا تعملوها، بجد بتقلب ريحه اي وصفه بتعمليها. 7 كده توابل مع بعض، عايزه اقول لكم مخليه طعم الفراخ في منتهى الطعام اللي في الدنيا. يعني انت لو بتاكليها في مطعم بجد هتبقى دي احلى من اللي انت بتاكليها كمان في المطعم. طبعا انا هحط شويه صويا صوص وشويه دبس رمان. طبعا ممكن تستغنى عنهم تماما لو ما عندكيش دبس رمان او صويا صوص. ممكن تحطي معلقه من العسل الاسمر او معلقه من عسل النحل. تمام. انا بس بحطهم علشان يعززهم اللون مش اكتر. بس ممكن تحطي معلقه من العسل الاسمر، بس مش هتأثر خالص على الوصفه، يعني مش هتدرو سكرها ولا اي حاجه، بالعكس هيبقى كويس جدا. تمام. بقت معايا تتبيله جاهزه في منتهى الجمال. هبدأ بقى ان انا احطها على الفراخ. حبايب قلبي اللي وصل معايا لغايه هنا ونسي يحط اللايك، يا ريت ما تنسوش تدعموني حتى ولو باللايك. ودعوه حلوه لكم ليا يعني، ولكم بالمثل ان شاء الله، لو استفدتي من الفيديو بتاعي ولو حتى بمعلومه صغيره. تمام.
هبدأ بقى كل الخليط دوت هشرب منه الفراخ وهحطه كده في فتحات الفراخ، وهسيبها اغطيها كده واسيبها على الرخامة ساعتين. ده لو انا هعملها فوري. ليه بقى انا باسيبها على الرخامة مش باحطها في التلاجة؟ عشان تشرب اكتر من التتبيلة. طب لو انا عايزة اعملها من بالليل بتحطها في التلاجة بقى وتطلعها بتبقى احسن واحسن. كل ما تقعد في التتبيلة كل ما تبقى احسن، يعني اقل حاجة ساعة ساعتين على قد ايه ما تسيبيها سيبيها. الجناح دوت انا كنت خالص نسيت اشيل اللي هو الطرف بتاعه دوت. انا هجيب المقص يعني من ورا الكاميرا وهشيله. انا ما خدتش بالي منه اصلا. خلاص بقى هي كانت قعدت معايا حوالي ساعتين بره على الرخامة. عايزة بقى اعملها عشان خلاص جه ميعاد الغدا. هبدأ ان انا الفها كده في سلوفان. انا كنت بحط يعني المفروض ان انا بحط قبل السلوفان ورقة كده من ورق الزبدة، علشان طبعا السلوفان دوت اسمع ان هو يعني مش كويس يعني على الاكل وكده. بس بصراحة كان خلصان من عندي، فقلت بقى اتصرف. يعني انا كمان لو انت عندك غطا هيحبك على مثلا الصينيه اللي تحطيها، مثلا صينيه المونيا او اي حاجه بتحطيها. طبعا اللزقه اللي انتوا شايفينها ديت علشان السلوفانه كان لسه جديده ولسه مطلعاها من العلبه بتاعتها، فكان فيها الحته اللي هي البيضه العلامه بتاعتها، العلامه المائيه بتاعتها يعني. كنت مولعه بقى الفرن على درجه حراره عاليه جدا وحطيتها على الصاجه. يعني انا مولعه الفرن من تحت بس مش مولعه الشوايه، مولعه على اعلى درجه حراره عندي وحطيتها على الصاجه. ولما ريحتها تطلع خالص هبدا ان انا اهدي عليها النار وسط واسيبها حوالي ساعه في الفرن. او ممكن تسيب النار عاليه عادي مفيش اي مشكله. تمام. شفتوا بقى شويه التفل اللي طلعوا مني من تصفية البصل والطماطم وكده؟ انا بقى ما رميتهوش خالص ولا هدرت اي حاجة. حطيته كده مع شوية زيت كده شوحته، واحط عليه نص معلقة من 7 بهارات اللي انا عملتها، وكمان مكعب من المرق. وهبدأ ان انا اشوحهم اديله تشويح. انتوا عارفين ان انا بحب اشوح التوابل قوي مع مع قبل ما احط يعني اي حاجة، اذا كانت تسبيكة او رز او اي حاجة. حطيت شوية فلفل برضو وشوية من الكمون وشوية من البابريكا، واحط شوية من الكركم. نفس التوابل يعني تقريبا، او معظم التوابل اللي انا